السلام عليكم. ازيكم؟ اسمح لي في البدايه كده اسالك سؤال، ايه رايك لو لعبنا لعبه وجبت لك كرسي كده وقلت لك اطلع فوقيه ونط؟ ايه هيكون رد فعلك؟ في الغالب هتنط عادي ومش هيحصل لك حاجه، صح كده؟ بس ثواني، احنا اللعبه عندنا كذا مستوى، وما دام بدات معايا يبقى هتكمل معايا للاخر، مش هينفع تخلع. ايه المستوى الثاني؟ فرحت جبت لك سلم وقلت لك اطلع ونط يا باشا. غالبا هتكون متردد شويه انك تنط، بس انت اللي اخترت انك تلعب، انا ما غصبتش عليك، وانت في محاوله في انقاذ هيبتك هتضطر انك تنط. المهم طلعت ونطيت، غالبا هتشعر بشويه انزعاجات في رجلك، بس مش مهم، هيبتنا ما تضيعش. طب لو دخلنا على مستوى اصعب وطلعتك فوق بيت من دورين مثلا وقلت لك يلا يا باشا نط، غالبا هيصدر منك رد فعل احنا مش حابين نسمعه، وهتقوم تكسر اللعبه وصاحب اللعبه ان امكن، صح كده؟ طب اهدى بس اهدى، لو انا قلت لك ان انا ههيئ لك كل الظروف الممكنه عشان تنزل سليم، هتعمل ايه؟ برضه هتعمل نفس رد الفعل؟ خلاص يا عم حقك عليا. طب ايه رايك لو قلت لك ان في واحده وقعت من ارتفاع 3000 متر عشان الظروف خدمتها شويه نزلت سليمه، لا ولسه عايشه لحد النهارده؟ ايه شكلك مش مصدقني؟ والله عيب، يعني بعد العشره دي كلها ما تصدقنيش؟ ماشي خليك فاكرها، وتعالى معايا عشان احكي لك عن الناجيه الوحيده من حادث انقسام طياره، وهنحكي النهارده عن جوليان كويبكي. رضنا النهارده ببيرو تحديدا سنه 1954 لما اتولدت جوليان كويبكي، وهي الابنه الوحيده لعلماء الاحياء الالمان هانز وماريا كويبكي، واللي كانوا شغالين في متحف التاريخ والطبيعه في بيرو. هانز وماريا جالهم شغل انهم يعملوا ابحاث في غابات الامازون، وفضلت جوليان معاهم لحد ما بقى عندها 14 سنه، وكانت اتعلمت من ابوها وامها اساليب البقاء لحد ما السلطات التعليميه طلبت منها ان هي ترجع وتلتزم في المدرسه عشان خاطر الامتحانات، وفعلا رجعت وقعدت 3 سنين بتدرس لحد ما بقى عندها 17 سنه. هانز وماريا طلبوا من جوليان انها تجهز حاجتها عشان ترجع معاهم على بيرو، وكان ميعاد الرحله بتاعتهم والرجوع بتاعهم يوم 19. جوليان عشان كان عندها حفله تخرجها من ثانوي يوم 23 بلغتهم ان هي عايزه تحضر ومش هينفع تسافر معاهم. المهم وافقوا اهلها، وقرر هانز ان هو يسافر يوم 19 وان ماريا وجوليان هيحصلوه يوم 23 بعد الحفله، وحجزوا التذاكر اللي ما لقوهاش متاحه غير في شركه واحده اسمها لينسا. هانز قال لهم بلاش الشركه دي لان سمعتها سيئه وخدماتها مش كويس، بس مراته قالت له دي رحله بسيطه يعني وما فيهاش مشكله وهتعدي على خير. المهم ان جوليان حضرت حفلتها وبعد كده ركبوا الطياره وبداوا رحلتهم. النصيب بقى ان الدنيا مطرت وهم على ارتفاع اكتر من 3 كيلو فوق سطح الارض، وراحت ضرباهم عاصفه رعديه وقسمت الطياره نصين، وبدات الناس تطير واحد ورا الثاني من ضمنهم جوليان وامها، ووقعت جوليان من على ارتفاع 3200 متر وفضلت عايشه. انت متخيل؟ لا ثواني بس عشان تتصور الوضع معايا، الارتفاع ده كانك نطيت من فوق مبنى 1066 دور، يعني قد برج خليفه 6 مرات ونص. المهندسين اللي درسوا الموضوع ده قالوا ان جوليان كانت قاعده على الكرسي في النص وكانت رابطه الحزام عشان كده ما طارتش زي الناس التانيه، والكرسيين اللي جنبها قاموا بدور الجناحين ليها وقللوا من سرعه هبوطها. لا وكمان عشان كانوا بيسافروا عكس اتجاه العاصفه فسرعه جوليان قلت اكتر، ده غير ان المنطقه اللي وقعت فيها اشجار واعشاب كتير، فده عمل وسط كده قلل فيه الاصطدام. والمهندسين قالوا ان الظروف دي اللي خدمتها في الوقت ده هي السبب في انها فضلت عايشه لحد دلوقتي، وان الظروف دي عشان تتهيأ بالشكل ده اصلا فده شيء مستحيل. المهم جوليان فضلت عايشه ونزلت مصابه باكتر من اصابه، يعني خد عندك كسر في الترقوه وجرح عميق في دراعها اليمين واصابه في العين وارتجاج في المخ. المهم اول ما جوليان نزلت دورت على امها وللاسف ما لقيتهاش، ولقيت حلويات من اللي كانت في الطياره واكلتها، وزي ما هانز علمها زمان ان اي حضاره موجوده حوالين الميه ففضلت تقرب من صوت ميه سمعاه كده لحد ما وصلت للنهر، والنهر ده كان بارتفاع ركبتها، فقررت ان هي هتنزل تمشي فيه وهي مؤمنه ان عاجلا او اجلا هتلاقي مدينه عايشه على الكلام ده كله. وبعد 10 ايام من مسيرها في النهر لقت كوخ كده بس للاسف ما كانش فيه حد، ولقت جواه بنزين فخدته وفضته على جسمها كله عشان يقتل الطفيليات اللي في الجروح، وبعد كده نامت في الكوخ من التعب. وفي اليوم الثاني مجموعه من الصيادين لقوها واخدوها للقريه بتاعتهم واسعفوها، وجت طياره اخدتها منهم ونقلتها لمستشفى المدينه في بيرو واتعالجت. جوليان لما فاقت بدات تساعد رجال الاسعافات وفرق الانقاذ، وبدات تقول لهم هي وقعت فين، وكمان شافت حاجات بتقع فين، وكمان اماكن الجثث والحطام اللي قابلتهم في سكتها، والموضوع ساعدهم جدا طبعا ووفر عليهم وقت كتير. وجوليان رجعت المانيا ودخلت الكليه ودرست احياء زي ابوها وامها وخدت الدكتوراه بعد كده، ورجعت تاني لبيرو عشان تعمل دراسه في علم الثدييات واتخصصت في دراسه الخفافيش. وجوليان كتبت كتاب اسمه عندما سقطت من السماء كيف اعطتني الغابه حياتي مره اخرى، وكانت بتحكي فيه قصتها اللي حصل لها في ال 12 يوم اللي هم 10 ايام في النهر وواحد في الكوخ وواحد في القريه. وطبعا قصه جوليان كانت ملهمه لمؤلفين وكتاب كتير، واتعمل عنها اعمال كتير اشهرهم
كانت وينجز اوف هوب. وجوليان لحد النهارده لسه عايشه وبخير وعندها 68 سنه، وشغاله امين مكتبه بافاريا لعلم الحيوان في ميونخ، وعدى على حادثتها 52 سنه. فسبحان الله يعني اللي خلاها عدت بكل ده وفضلت عايشه لحد النهارده. وبكده تكون خلصت قصتنا النهارده. وكالعاده طبعا ما تنساش تقول لنا رايك، ولو انت على اليوتيوب اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان توصلك حكايتنا الجديده، ولو انت على التيك توك ما تنساش اللايك والفولو، وطبعا ما تنساش حركه الاكسبلور. سلام.